الناشط الصحفي ياسر الدوماني ينضم إلي من الحدود السورية التركية. لو بدأت معك سيد ياسر الدوماني، كيف يمكن وصف المشهد اليوم في كل من تركيا وسوريا وأنت على الحدود؟ نعم أستاذ زياد، تحية لك ولمتابعيك ولضيوف الكرام. يعني دعني أبدأ من الوفود التي دخلت إلى الشمال السوري المحرر. دخل وفد طبي قطري فيه عدد من الأطباء تابعون للهلال الأحمر القطري، كما دخلت قافلة مساعدات أممية تحوي عدة شاحنات. تلك الشاحنات يعني لا تكفي عدة عوائل، يعني حوالي 100 أو 200 عائلة من المنكوبين، رغم أن المنكوبين بالآلاف، يعني آلاف العوائل التي نجت من الزلزال باتت منكوبة تعيش ظروف مأساوية في مخيمات للإيواء، في المدارس، في المساجد، في سياراتهم. بعضهم يعني جلس بقرب الركام في انتظار إخراج أقاربهم. يعني لا يزال الأمل عند الأهالي في إخراج أقاربهم أو جثثهم. يعني لا يرتاح الإنسان حتى يرى قريبه أمامه ويدفنه بيده. نعم، المأساة تزداد. تحدثت قبل فترة معكم أن مأساة الفيضان في نهر العاصي أجبرت المئات أيضا لمغادرة خيامهم ومنازلهم، فالوضع سيء جدا. يعني اليوم الناشطون أطلقوا حملة قالوا فيها أنهم ينكسون علم منظمة الأمم المتحدة من فوق المباني، رفعوه مقلوبا على أبنيتهم التي دمرها الزلزال. يعني الموقف مخزي. يعني يكفي تصريح الأمم المتحدة لقد خذلنا سكان شمال سوريا لترى الوضع الكارثي بالشمال بكل ما تحمله الكلمة. يعني البارحة تكلمت مع أحد الأهالي وهم من قاطني مدينة حرستا النازحين إلى منطقة جنديرس. قاموا بالجلوس في بعض الأبنية التي هي آيلة للسقوط، ورفضوا الخروج من جنديرس إلى أماكن أخرى فقط للبحث عن بقايا أهلهم، عن يعني بأمل العثور على ناجين. هم لا يجدون يعني الطعام، لا يجدون الشراب. يعني معظم أهالي الشمال السوري قبل حادث الزلزال هم من الفقراء، كانوا يعيشون على بعض المساعدات الأممية، زائد يعيشون على بعض الأعمال الفردية. الآن كل شيء متوقف في الشمال السوري. مناطق الشمال السوري عندما يصل الوقت إلى الغروب مدن أشباح، لا كهرباء، لا إنترنت، لا يوجد شيء من مقومات الحياة بعد الزلزال المدمر. نعم. فالوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. عندما يدخل مساعدات ل 200 شخص أو 400 شخص، ويوجد في الشمال السوري أكثر من 3 ملايين إنسان هم بحاجة لكل مقومات الحياة الغذائية وغيرها من المواد. وأيضا هناك مخاوف لدى الأهالي من انتشار الأوبئة بسبب تراكم الجثث تحت الأنقاض. ما أخرج من تحت الأنقاض لا يشكل 50%، لكن كانت فرق الدفاع المدني تبحث يعني عن الأصوات. عندما يجدون صوتا في بناء يقومون بالبحث، لكن باقي الأبنية تتراكم الجثث تحتها والوضع سيء جدا. يعني مهما وصل هناك تباطؤ يعني كبير، تباطؤ دولي. يعني الناس، يعني هناك أشخاص فقدوا عقولهم من هول الكارثة. هناك أناس يعني تجد يعني عندما تمر بجنديرس تجد أناس يتجولون مع صور أطفالهم يرونها للمرة. هل رأيتم جريحا بهذه الصورة يحمل صورة طفله، يحمل صورة ابنه، يحمل صورة زوجته؟ يبحثون يعني عن أي أمل ليجدوا أقاربهم. نعم. إما شهداء أو جرحى. طيب. يعني الوضع فوق الوصف، وهناك يعني شعور بالخذلان لدى الشعب السوري. كيف طيب. أننا تركنا 10 سنوات نقتل، واليوم كل الأنظار تتوجه إلى دمشق وتدخل المساعدات إلى النظام. يعني نحن مع إدخال المساعدات لأهلنا المنكوبين في حلب واللاذقية، لكن لا يدخل ولا 1% إلى مناطق الشمال السوري المحرر التي هي تضررت. يعني نعم. عندما نتكلم عن جنديرس، ياسر سأعود إليك ياسر، سأعود إليك. المأساة كبيرة حقيقة والكارثة أكبر إنقاذهم. سيد ياسر الدوماني، يعني ما هي الاحتياجات اليوم الطارئة بالنسبة للناس في الشمال السوري بعد هذه الكارثة؟ من توفي رحمه الله، ولكن هناك
الملايين الذين يعيشون في العراء. ما هي احتياجات هؤلاء الناس اليوم؟ نعم، أريد أن أتكلم لو سمحت لي عن أمرين. أولا، احتياجات الناس في الشمال السوري. الأهالي يحتاجون إلى معدات لوجستية، لم تدخل أي شيء من المعدات اللوجستية لإتمام عملية إزالة الأنقاض وإخراج الباقين تحت الأنقاض كي لا تنتشر الأوبئة والأمراض في المنطقة. أيضا بحاجة إلى الخيام، يعني المعدات اللوجستية لم يدخل. يعني أول البارحة دخلت قافلة للأمم المتحدة، تكلمنا معك، تحوي مواد تنظيف. اليوم أدخلت الأمم المتحدة عدة خيام وبعض المواد، لكن لم تدخل مواد طبية، معدات طبية، معدات لوجستية للمساعدة في إخراج العالقين. أيضا هناك أجهزة استشعار كنا بحاجة بها يعني في الشمال السوري، لأجهزة حرارية للكشف عن أحياء تحت الأنقاض، لم يدخل شيء منها إلى الشمال السوري. ضيوفك الكرام تكلموا أنها دخلت مساعدات ولجان ووفود إلى تركيا، لكن إلى الشمال السوري لم يدخل شيء من هذا. دخلت يعني حوالي بالمجمل 15 إلى 20 سيارة من الأمم المتحدة تحوي بعض المواد الغذائية، مواد التنظيف، واليوم دخلت عدة خيام فقط لا غير، لم يدخل شيء من المعدات اللوجستية. أريد أن أتكلم عن موضوع غاب عنكم، وهو موضوع السوريين الموجودين في تركيا. أول البارحة دخل حوالي 700 جثة من السوريين الذين استشهدوا في تركيا. مناطق الزلزال تحوي مليون سوري في مناطق غازي عنتاب، أنطاكيا، الريحانية وغيرها من المناطق. ضيوفك الكرام يعلمون جيدا ما أقول. هؤلاء هم منكوبون بكل ما تعنيه الكلمة، لا يحملون أوراق رسمية تخولهم للتحرك بشكل مريح. أيضا هم من الفقراء، أكثرهم يعيشون على اليومية، هم عمال في المعامل، أغلقت معظم المعامل، لا يجدون قوت يومهم، لم تتبناهم أي جهة رسمية. نعم، هناك بعض التجار، بعض الأثرياء في عدة مناطق أرسلوا بعض المساعدات، لكن لا تكفي 5% من الناس الهائمين في الطرقات. يعني بعضهم لا يملك ثمن السفر إلى مناطق أخرى. فالوضع الإنساني للمليون سوري المتواجدين في مناطق الزلزال وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. نتحدث يوميا مع عشرات العوائل، وضعهم سيء جدا، أوضاعهم تعيسة. أيضا إن عدنا إلى الشمال السوري، هناك 3 مليون إنسان كذلك يعني يفتقرون لكل مقومات الحياة، يعني المعدات الطبية. عندما يجد يعني أخرجوا عدد كبير من حوالي 4000 إلى 5000 إنسان من تحت الأنقاض، جروحهم كبيرة، يعني بحاجة إلى مواد ترميم للجروح، بحاجة لأدوية، لإبر، كلها مفقودة. يعني معظم الصيدليات فرغت الرفوف فيها، وأيضا المواد الغذائية أصبحت شحيحة لنقصها يعني حاجة الناس لها. أيضا الخيم، يعني كانت الخيمة تباع ب$30، الآن غير موجودة، ووصل سعر الخيمة ل $300 في الشمال السوري. الوضع سيء جدا في الشمال السوري. هي الخيمة لا تجد لتقي أطفالك فيها. بعض الأهالي عادوا إلى منازل آيلة للسقوط. نعم سيد غزوان المصري، يعني هذه نقطة هامة الحقيقة.